فيديو النهارده البطل بتاعه طفل صغير بيعلم ناس كبيره عندها تجارب في الحياه، بيعلمها الحكمه. بس خليني قبل ما ادخل في قصه الفيديو بتاع النهارده اقول لك ان الفيديو ده برعايه شركه الامين. شركه الامين اكبر شركه في مصر وفي الشرق الاوسط في توريد كل ما يخص النتورك والشبكات. كمان هي اكبر شركه متخصصه في عالم الكاميرات والسكيورتي. شركه الامين تعتبر اقدم شركه في مصر وصرح عظيم، ليها فروع كتير، واهم واقوى واشهر فرع هو فرع مول البستان. يلا نبدا الفيديو. كان في واحد له شويه اصحاب قاعدين في مكان وبيزوروا بعض دايما في المكان ده، فشاف طفل جاي عليهم من بعيد. قال لهم الطفل اللي جاي ده اغبى طفل انا شفته في حياتي. قالوا له ليه؟ قال لهم هتشوفوا دلوقتي. فجه الطفل ورمى عليهم السلام، قال له تعالى يا حماده، هتاخد ال10 جنيه ولا ال100 جنيه؟ فالطفل من غير تفكير ومن غير تردد قال له هاخد طبعا ال10 جنيه، واخد ال10 جنيه ومشي. الراجل مع اصحابه ضحك طبعا وقال لهم شفتوا الغباء، خد ال10 جنيه مع ان انا عرضت عليه الاثنين وكان في ايده ان هو ياخد ال100 جنيه. لفت الايام، واحد من اصحاب الراجل ده قابل حماده وهو بيشتري حاجه من السوبر ماركت. قال له تعالى يا حماده انا عايز اقول لك على حاجه. قال له ايوه يا عمو. قال له يا حبيبي انت ما تعرفش الفرق بين ال10 جنيه وال100 جنيه؟ ما تعرفش ان ال100 جنيه اكبر من ال10 جنيه؟ فالطفل بص له كده وبص في عينه كده بثقه، قال له انا عارف طبعا. قال له طب ليه في كل مره بتختار انك انت تاخد ال10 جنيه؟ قال له بمنتهى البساطه انا باخد ال10 جنيه عشان هي دايمه كل يوم، انما لو خدت ال100 جنيه مره انتهت الحكايه، مش هقدر اروح للراجل ده تاني ولا هطلب منه حاجه تانيه. الشاهد في الموضوع ان الطفل بص للاستمراريه والدوام. دايما بنعتقد ان ذكائنا هو كل شيء، ذكائنا وتدبيرنا وتخطيطنا هو كل شيء، والصحيح ان مش الذكاء هو كل شيء. ياما ناس في التاريخ كانت ذكيه جدا وعملت حاجات خرافيه بذكائها ومع ذلك ما لهمش اي وجود في التاريخ، وفي ناس تانية ذكائهم وداهم الجحيم. الشاهد في الكلام ده ان الحكمه اهم من الذكاء. الحكمه اهم من الذكاء في حاجات كتير جدا. انك تبقى حكيم احسن ما تبقى ذكي. تبقى حكيم يعني تستعمل ذكائك بس تستعمله في الخير. لما يبقى ليك بيت او صديق او ايا كان المجتمع اللي انت بتتعامل فيه وليك فيه اصدقاء او ليك فيه حد متداخل معاك في علاقه، حاول تشغل دماغك مع الناس دي، اوعى تشغل دماغك على الناس دي، لانك كونك تشغل دماغك على الناس دي مره في مره هتتكشف، والمره اللي هتتكشف فيها مش هيبقى لها رجعه تاني. الواحد من المفترض ان هو يتعامل بذكائه في شغله. ذي القرنين ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ان هو ادى ذي القرنين من كل شيء، اداله الحكمه والمال والذكاء والقوه، اداله كل حاجه واداله كل الاسباب، ولكنه في الاخر فاتبع سببا، ولكنه كان بيتبع الاسباب. ذي القرنين لما القوم قالوا له ابن بيننا وبين ياجوج وماجوج سد وهنديك فلوس او هنديك اجر الكلام اللي انت هتعمله ده، قال لهم ما اتاني ربي خيرا، اللي ربنا اداهوني احسن من اللي انتوا هتدوهولي. ربنا اداني قد اللي انتوا هتدوهولي كتير جدا، بس علمهم حاجه جميله جدا. قال لهم فاعينوني بقوه. علمهم يعني ايه اتحاد، علمهم يعني ايه ايد على ايد نساعد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم ولولا دفع الناس بعضهم البعض لفسدت الارض. ربنا خلقنا عشان نكمل بعض، خلقنا في دايره واحده، كل واحد بيكمل التاني، كل واحد بيدي التاني اللي هو ناقصه وبياخد من التاني اللي محتاجه. فتعالوا نشغل دماغنا مع بعض مش على بعض، لان المكر والخبث دايما بيودي صاحبه في داهيه. لو هو بيعمل حاجة بيكسب منها لوقت مؤقت وبسيط، بس على المدى البعيد للأسف بيخسر كل حاجة. ومن عاش بالمكر مات بالفقر. بس كده يا غالي. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.